بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، وإن الله سبحانه وتعالى لا ينصر أولياءه ويؤيدهم سبحانه وتعالى بجنود لا نراها، وإن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولقد طالعنا رئيس الولايات المتحدة قبل أن يتنصب بأيام قلائل بالتهديد والوعيد على الشرق الأوسط جميعا، وليس حماس مثلا في قضية الأسرى، فإنه يأمر بأن إذا لم تخرجوا الأسرى سأحرق الشرق الأوسط. وهذه التصريحات اللا مسؤولة واللا منطقية، والتي كان يفترض لأعظم دولة في المعمورة أن يتريث فيها ويتعقل، لأن هذه التصريحات تؤثر على العالم بأسره والشرق الأوسط على وجه الخصوص. ولكن سبحان الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإن لله سبحانه وتعالى جنود يسلطهم على الطغاة والبغاة وينتصر لأوليائه وعباده. وإن الله سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، فإذا أمر سبحانه وتعالى بالهلاك والإهلاك كان ذلك، فإن أمره كما قلنا بين الكاف والنون. وقال سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فإن أمر الله سبحانه وتعالى الذي جاء لولاية LA أو لوس أنجلوس، بلاد الهوليوود التي لطالما أفسدت الأخلاق والديانات ونشرت الرذيلة والإلحاد والفسق والفجور، كل المنكرات والرذائل، نراها اليوم بقوة العزيز الجبار سبحانه وتعالى وبجنوده سبحانه وتعالى تحترق بأعاصير من النار حتى لم تبق ولم تذر. ولا يخفى على كل مسلم ما فعلته أمريكا بدعم إسرائيل الصهيونية من المليارات الكثيرة التي ناهزت 40 مليار دولار دعما للحرب العسكرية على قطاع غزة. فكان الدعم ماديا ومعنويا
وكما يقولون لوجستيا على الضعفاء أصحاب الأرض المساكين. وقد رأينا ما حدث من مخيمات إخوتنا في غزة كمخيم النصيرات الذي قد أحرقوه، وأحرقوا المخازن هناك واحترق بالناس. وكذلك الله سبحانه وتعالى حين يرى ظلم العباد فإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ولكنه أيضا قبل ذلك يرسل الإشارات ويرسل العقاب الخفيف حتى يرجع أهل تلك القرى وأهل تلك البلدان أو أن يتركوا هذا الظلم ويتركوا هذا الاعتداء العظيم. ولا يأتي آت فيقول فما بال الضعفاء أو الفقراء أو المساكين أو بعض المسلمين، فإن عقاب الله إذا أتى في الدنيا فإنه يأخذ الصالح بالطالح ولا يميز، ولكنهم يتمايزون في الآخرة، كما ورد عن زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش حين ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ردم يأجوج ومأجوج، قالت زينب رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. رواه البخاري في صحيحه. فإذا كثر الخبث يذهب الصالح مع الطالح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان يقول العلماء أن ديار أهل الظلم لا ينبغي الاستيطان فيها، والحديث فيما ورد عن البراءة ممن يقيم بين ظهراني المشركين معلوم معروف. والدعاء على الظالمين هو ما يتسبب لهم بذلك. فمن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بحرق بيوتهم لما يفعلونه من الظلم بالمسلمين والصالحين. ولكن خرج بعض أصحاب الإسلام الناعم يقولون لك: وما دخل الأطفال والشيوخ وكذا وكذا. نعم، نحن لا نرضى بذلك، ولكن من تسبب في هذا الدمار؟ أهم البشر أصلا؟ لا، فهو رب البشر سبحانه. فإن الله سبحانه وتعالى شرع وكتب عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله سبحانه وتعالى بل شرع أعظم من ذلك فقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن هم حين نشروا فكرة الدواعش وهم الذين أسسوا هذا الفكر وخلقوه، كما ذكر ذلك ترامب، وبين أن أوباما مع هيلاري صنع داعش حتى يفسدوا في الأرض وحتى يشوهوا شريعة الله سبحانه وتعالى وحتى يظهروا أن هذا الدين هو الدين المتوحش، وهم أصحاب السلام وحمامة السلام وغصن الزيتون. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.